في أواخر الألفينات كانت أبريليا بتحاول تثبت إنها مش بس شركة موتوسيكلات صغيرة من إيطاليا، لكنها قادرة تنافس العمالقة زي بي ام دبليو ودوكاتي وياماها وهوندا كمان في فئات السوبر بايكس. وقتها كانوا متفوقين جدا في فئات ال 250 سي سي والفئات الصغيرة في سباقات موتو جي بي، وكانوا قادرين ياخدوا بطولات ويكسبوا أسماء كبيرة زي فالنتينو روسي في بداياته. بس ده كان في الأول لما الشركة دخلت عالم السباقات الصغيرة، لكن لما أبريليا شافت السوق الحقيقي بتاع السوبر بايكس فهمت حاجة واحدة بس: علشان تكسب الاحترام لازم تعمل بايك فيه قلب جديد تمامًا. وهنا بدأت الفكرة المجنونة، بدل ما يعتمدوا على مواتير الV2 الأداء. ومن أول يوم الRS V4 اتولد مش كمنتج تجاري بل كسلاح سباقات حقيقي. وده اللي خلى أبريلا نفسها تقول وقتها: احنا مش عاملين سوبر بايك، احنا عاملين بايك سباقات تقدر تسوقه في الشارع. لكن اللي بيخلّي الRS V4 مختلف عن أي سوبر بايك تاني هو قلبه، موتور V4 999 سي سي متصمم بالكامل جوّه مصانع أبريليا، وده نادر جدًا لشركة في حجمها. الشركة برضه مش عملاقة زي باقي المنافسين، الV4 هنا معمول بزاوية 65 درجة ما بين الأسطوانات، وده توازن عبقري بين عزم قوي وسلاسة في الأداء في نفس الوقت. النتيجة صوت يخلّي أي حد يقف يسمع، خليط ما بين طيارة مقاتلة وموتور GP حقيقي طالع فعلًا من جوّه الحلبات. فأول جيل اللي نزل سنة 2009 كان بيخرّج 180 حصان، رقم مرعب على وقتها. لكن مع التحديثات اللي جات بعدها اللي هم نسخة RV ونسخة Factory، وصلت الأحصنة لأكتر من 217 حصان في نسخة RS V4 Factory 1100، والرقم محتاج لحظة تستوعب هو قد إيه كبير. فالرقم ده قريب من عمالقة السوبر بايكس، دوكاتي بانيجالي مثلًا بيخرّج 220 حصان، كawasaki ZX-10R بيخرّج 210 حصان، هوندا فاير بليد تريبل ار بيخرج 215 حصان. طبعا في حاجات اقوى من كده، لكن دي موتوسيكلات ليها تاريخ كبير ومئات الملايين اتصرفت على تطويرها، بس ده هنرجع له بعدين. بس برضو الموديل الاساسي كان قوي جدا ار اس في 4. الفكره ان الموضوع مش قوه وبس، طريقه التوصيل نفسها فيها فن كمان. ابريلا استخدمت نظام variable intake system اللي بيغير طول ممرات الهواء على حسب الار بي ام علشان تديلك عزم جامد تحت وسرعه وحشيه فوق. غير كده البايك ده فيه إلكترونيات اسمها أبريليا APRC، وده نظام تحكم متطور جدا من عالم السباقات حرفيا. تراكشن كنترول فيه 8 مستويات تقدر تعدلهم: ويلي كنترول، لانش كنترول، كويك شيفتر، وانجن بريك كنترول. ودي نبذة بسيطة عن الحاجات اللي موجودة. كل ده يخلي التجربة أقرب لسواقة بايك موتو جي بي على الطريق. ولازم نفتكر حاجة: ال RS V4 مش معمولة أصلا لأي حد وخلاص، ده بايك محتاج حد فاهم يعني إيه سوبر بايكس، حد يقدر يتحكم في أكتر من 200 حصان كأنهم جزء من جسمه. أبريليا مش بتصمم علشان الشكل، بتصمم علشان الوظيفة. ال RS V4 هجومي جدا، لكن كل زاوية فيه محسوبة وليها سبب هندسي. الفتحات في الفيرنج مش ديكور، دي لتوجيه الهواء بدقة حوالين الموتور عشان التبريد والانسيابية. حتى حجم التانك معمول عشان يساعدك تلف بجسمك بسهولة وقت الكورنرينج، ويخلي الوزن كله متوزع صح ما بين قدام وورا. اما الشاسيه فده حكايه لوحده: اطار الومنيوم مزدوج او اللي هو بيسموه الدبل بيم من تحف الصناعه الايطاليه، خفيف جدا لكنه صلب كفايه يخليك تحس بكل ملي من الطريق. وكمان موجود مع سوينج ارم طويل لثبات رهيب وقت التسارع. نسخة الفاكتوري بتيجي بتعليق اولنز كامل، المساعدين قدام بتتعدل وثبات عالي جدا على الحلبات، ومساعد ورا TTX من نفس الفئة اللي بتستخدم في موتو جي بي. كل ده بيخليها واحدة من أكتر الموتوسيكلات دقيقة في التوجيه والتحكم في العالم كله. أبريليا في 2021 طورت التصميم تاني وضافت جناحات جانبية مدمجة في الفيرنج، نفس فكرة الوينجلتس اللي بنشوفها في موتو جي بي، عشان تضيف داون فورس أكتر وتخلي البايك يلزق في الأرض بسرعات عالية ومجنونة. حتى العدادات بقت TFT متطورة جدا، والإضاءة LED بالكامل فيها تصميم عدواني يخليها باينة من كيلو إن هي RS V4 فاكتوري. ده بايك مش مصنوع بسرعة، ده بايك مصنوع للسرعة. كل مسمار، كل كيرف معمول علشان الأداء مش الجمال وخلاص. بس النتيجة إنها طلعت واحدة من أجمل السوبر بايكس الإيطالية في التاريخ كله. طيب أبريليا مش بتعيش على أمجادها، كل جيل من ال RS V4 بيجي معاه تكنولوجيا جديدة نازلة مباشرة من موتو جي بي. من أول يوم البايك ده كان معمل تجارب متحرك، بيجربوا عليه كل حاجة جديدة قبل ما توصل لأي موديل تاني. في 2015 نزلت نسخة RS V4 RV بتحديثات ضخمة: شاشة TFT لأول مرة من أبريليا واضحة جدا وبتعرض بيانات السباقات، تحديث شامل للنظام بتاعهم اللي هو اسمه APRC اللي بقى أسرع في الاستجابة، ونظام كورنرينج ABS بالتعاون مع بوش. يعني الفرامل بتعرف انت داخل الكورنر ازاي وتبدأ توزع الضغط بناء على الزاوية بتاعتك، نفس اللي بتستخدم في موتو جي بي بالظبط. بعدها في 2019 نزلوا نسخة RS V4 1100 فاكتوري. أبريليا هنا عملت نطة تاني ضخمة،
البايك ده وصل لقوة 217 حصان فعليا، وده اللي كنت بقول لك هنرجع له بعدين. وينجلتس مدمجة لأول مرة على سوبر بايك ستوك، والإلكترونيات بتحلل السرعة، زاوية الميل، وفتحة البنزين في كل لحظة. غير كده عندك وضعيات سواقة كتير زي تراك وسبورت وريس، كل وضع بيغير استجابة الموتور، الفرامل، التراكشن، وحتى التبديل الأوتوماتيكي. ودي من أول الموتوسيكلات اللي قدمت وحدة قياس القصور الذاتي أو IMU، اللي بتحلل كل حركة من جسمك والبايك في نفس اللحظة علشان تديك نتيجة رهيبة. تحكم يخليك تحس إن الكمبيوتر بيكملك مش بيقاومك. أبريليا مش بس عايزة تبهر الناس بالقوة، هي عايزة تثبت إن التكنولوجيا الإيطالية مش أقل من اليابان أو الألمان مثلا، ويمكن كمان تتفوق عليهم في الشخصية والروح والقصة ورا الحاجات اللي بيعملوها. كل شركة بتعمل سوبر بايك ليها طريقتها في عرض القوة بتاعتها. اليابانيين دايما بيركزوا على الكمال الميكانيكي والعمر الطويل، الألمان بيركزوا على التكنولوجيا الدقيقة وإن مفيش سلك يفلت من تحت إيديهم. بس الإيطاليين عندهم حاجة مختلفة تماما، بيحطوا الروح في المعدن. الار اس في 4 مش مجرد بايك، هي تجربه فنيه وهندسيه في نفس الوقت. من اول ما تدوس السويتش وتشغل الموتوسيكل، صوت الفي 4 بيخبط في ودانك كانك واقف في مدرجات سباق وورلد تشامبيونشيب. مش صوت خشن ولا ناعم، صوت فيه ميكس مختلف جدا يخليك تحس ان البايك ده عنده شخصيه، مش مجرد آلة وخلاص. كل تفصيله فيها بتخدم الاحساس ده، الوضعيه العدوانيه، الهاند القريب، الشاسيه اللي بيخليك تحس انك جزء من الموتوسيكل. لما تاخد كورنر بسرعات عاليه بتحس انها بتفهمك، بتقرا حركتك قبل ما تعملها. وده سبب ان كتير من الرايدرز بيقولوا ان الار اس في 4 مش بتسوقها، بل هي اللي بتسوقك لعالم تاني. وفي الاخر ده مش مجرد بايك بينافس سي بي ار او زد اكس 10 ار او اس 1000 ار ار مثلا، دي رمز لمدرسه مختلفه في عالم السوبر بايكس، مدرسه الاحساس قبل الارقام. ابريليا ار اس في 4 فاكتوري اتولدت علشان تثبت ان الايطاليين مش بس بيعرفوا يعملوا جمال، كمان بيعرفوا يعملوا وحوش، وحش بدماغ سباقات والصوت يخليك تدمن الركوب. لو بتدور على ارقام هتلاقي اوبشنات كتير، لكن لو بتدور على تجربه تخليك تعشق الركوب والبايك نفسه، فالار اس في 4 مش مجرد بايك، ده حرفيا شريك. ولو كملت الفيديو لحد هنا اكتب لي علم ايطاليا في الكومنتات. شكرا على المشاهده.